أنا مواطن مغربي معتز بمغربيتي، أطلب من صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن ينهي التطبيع. أما الصحراء المغربية فكلنا جند مجندة للدفاع عنها. السلام عليكم. أنا ياسين بن مواطن مغربي، أطلب من ملك البلاد محمد السادس وفقه الله، أسأل الله أن يعز به الإسلام والمسلمين، أن يلغي صفقة التطبيع مع الكيان المحتل. أما بخصوص صحرائنا فهي أرضنا وهي حقنا، ولا نستطيع ولا نحتاج إلى تدخل أجنبي حتى يعطينا حقنا، فهو حق مشروع لنا، لا نحتاج أن نزايد عليه ولا أن نطلبه من أحد، ومستعدون أن نحمل السلاح من أجل الدفاع عن آخر شبر من أرضنا. السلام عليكم. أنا مواطن مغربي معتز بمغربيتي، ألتمس من صاحب الجلالة الملك محمد السادس إنهاء التطبيع مع إسرائيل. أما الصحراء فهي صحراؤنا، ونحن جند مجندة للدفاع عنها. أنا مواطنة مغربية معتزة بمغربيتي، ألتمس من جلالة الملك محمد السادس إنهاء التطبيع مع إسرائيل. أما صحراؤنا فكلنا جنود مجندة للدفاع عنها. أنا مواطن مغربي معتز بمغربيتي، ألتمس من جلالة الملك محمد السادس إنهاء التطبيع مع إسرائيل. أما صحراؤنا فكلنا جند مجندة للدفاع عنها. أنا مواطن مغربي معتز بمغربيتي، ألتمس من جلالة الملك محمد السادس إنهاء التطبيع مع إسرائيل. أما صحراؤنا فنحن جند مجندة للدفاع عنها. أنا كمواطن مغربي أطلب من جلالة الملك المغرب محمد السادس نصره الله أن يوقف عمل التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. أما في مقضية الصحراء فنحن الحمد لله جنود مجند لهذه القضية العادلة، فلا تعويل على الكيان الصهيوني إن شاء الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أنا مواطن مغربي وأعتز بمغربيتي، ألتمس من جلالة الملك محمد السادس إسقاط التطبيع. أما صحراؤنا فكلنا جند مجندة للدفاع عنها. السلام عليكم ورحمة الله. أنا مغربي ومعتز بمغربيتي، ألتمس من جلالة الملك محمد السادس إنهاء التطبيع مع إسرائيل. أما صحراؤنا فكلنا جند مجندة للدفاع عنها.